يا اخي اقسم بالله العظيم يستاهل لقب احقر انسان على وجه الكره الارضيه وبجدارة. صور فيها في مشجع ارسنالي كان واثق ان الارسنال حيكون في نهائي دوري ابطال اوروبا. مشى المشجع هذا اول ما بدا الموسم حجز غرفه في فندق في بودابست. الانسان هذا يسكت ويخلي الموضوع سكرت وما يتكلمش عليه ويعدي يفرح مع فريقه لو فاز بدوري ابطال اوروبا؟ اكيد لا. شندار عدى نزل البوست وفيه الحجز وكذلك فيه رقم الحجز نتاعه. فرحان بالانجاز اللي داره وفرحان بانه هو كان واثق في فريقه انه هو حيكون في نهائي دوري ابطال اوروبا. التغريده نتاعها خذت ضجه وعرفوها الناس كلهم. شافها واحد من مشجعين توتنهام شندار خذا رقم الحجز نتاعه على الفندق وقال لهم راني انا نبي نلغي الحجز. قالوا له من حضرتك؟ شوي عطاهم الرقم التسلسلي نتاع الحجز نتاعه وكنسلوا له الحجز نتاعه. المشجع الارسنالي حاليا قاعد يندب انه هو التغاء الحجز نتاعه. بعلم المشجع الارسنالي حجز برخص التراب حاليا من اليوم اللي حجز فيه الى الان. اضرب المبلغ اللي حجز به المشجع الارسنالي في 11. تخيل لو الارسنال فازت بدوري ابطال اوروبا والمشجع الارسنالي هذا ما شافش التتويج بعينه، شنو حيكون موقفه؟ هل يفرح او يزعل؟ اما بالنسبه للمشجع التوتنهامي فهو احقر انسان على وجه الكره الارضيه وبجدارة. اخي النفوس المريضه مستحيل تخليك تفرح في حياتك حتى لو كان الشيء هذا بسيط.